اتمرن امتى في رمضان؟ في اوقات كتير ممكن تتمرن فيها في رمضان، فخليني ارتبهم لك وهقول لك اللي انا بفضله في الاخر. قبل الفطار على طول، يعني تخلص التمرين بتاعك ويكون المغرب بيأذن، مش قبل الفطار ده الساعه 12 ولا 1 ولا 2، لا قبل الفطار ده. يعني ممكن تتمرن الساعه 4 4 ونص 5، بحيث انك تخلص تمرينك ويكون فطارك على طول جاهز، عشان جسمك ما يكونش معرض ان هو يهدى اكتر من كده. ويا ريت لو هتتمرن قبل الفطار يكون شده التمرين بتاعتك اقل من اللي انا لسه مكلمك فيها كمان شويه، عشان جسمك ساعتها مش هيكون فيه اي جلايكوجين موجود في العضلات، فقوتك نفسها هتكون اقل، فجسمك هيلجا ان هو يكسر في العضلات اسرع بكتير. تاني وقت ممكن تتمرن فيه وهو بعد الفطار على طول، بس بعد الفطار عندنا هنا وقتين مختلفين. ممكن اتمرن بعد الفطار على طول بحيث ان انا اكسر بس ريقي، او اخد بس فطار خفيف جدا اللي هو نص بطن زي ما بنقول، وانزل اتمرن مع كوبايه قهوه طبعا، وانزل اتمرن. وبعد التمرين اخد الميل بتاعتي الاساسيه اللي هي هتبقى ساعتها ميل الفطار اللي انا متعود عليه. وفي وقت كمان ممكن اتمرن فيه بعد الفطار وهو بعد تاني وجبه، يعني افطر وجبه كويسه بعديها بساعه ونص، اكل وجبه كمان بعديها بساعه مثلا، انزل اتمرن. ثالث وقت ممكن حد يتمرن فيه وهو بيكون بعد السحور على طول.